كسوداني المفروض تفتخر إنه اللهجة السودانية هي أقرب اللهجات للقرآن الكريم. ناديت فلان وأبى ما يجي. كلمة أبى هي لغة عربية فصحى. ربنا قال في القرآن الكريم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلان ده نهرني، يعني أداني كلام قاسي وكلام حار، ودي مذكورة في القرآن الكريم. ربنا قال في القرآن وأما السائل فلا تنهر. فلان ده شعره منفوش، يعني شعر ما مرتب. ربنا قال في القرآن الكريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فراش مبثوث يعني غير مرتب، الفراش بيمشي بطريقة غير مرتبة. زح من هنا، زح من هنا دي لغة عربية فصحى. ربنا قال في القرآن الكريم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار أي أبعد منها قليلا. فأنا كسوداني لما أقول لك زح من هنا معناها ابتعد قليلا. فلان نبذني، نبذني يعني أسأني وقال لي كلمات جارحة. ربنا قال في القرآن الكريم ولا تنابزوا بالألقاب. ما في عوجة. زول يجي يقول لك طالب منك حاجة أو تقول له حالك كيف، يقول لك والله ما في أي عوجة. ما في أي عوجة يعني ما عندي مشكلة. ربنا قال في القرآن الكريم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني جعله كالخط المستقيم ما جعل فيه عيوب. ونحن لما نقول لك ما عندنا عوجة معناها ما عندنا أي مشكلة. فلان شال نعلينه وفات. كلمة نعلين لغة عربية فصحى. ربنا قال في القرآن الكريم لسيدنا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلان ده رمة، رمة يعني زول كسلان وما بيتحرك. ربنا قال في القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم معناه عظام بالية ومنتهية. فنحن لما نقول لك فلان ده رمة معناه وصفناه كأنه ميت وما بيتحرك، وده أعلى وصف للإنسان الكسلان. فأنت كسوداني المفروض تفتخر إنه لهجتك السودانية جزء كبير منها مذكور في القرآن، وهي أغرب اللهجات حقت الدول للقرآن الكريم.